السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. النهاردة برد على خرافة خرافة من العيار الثقيل حقيقة. قالها أستاذنا وائل الصديقي حفظه الله. وهي إن الناس في أمريكا ما بتقبلش تشتغل بأقل من $20 الساعة، رغم انه هو اعترف ان ده مش الحد الادنى للاجور. هو اعترف بدي في الفيديو السابق، واعترف ان الفلوس دي بيتخصم منها ضرائب وخصومات. احقاقا للحق هو اعترف بدي ان ده مش الحد الادنى للاجور، وان بيتخصم منه خصومات وضرائب. هو اعترف بدي، ولكن هو مشكلتي في ايه؟ ان هو قال ان محدش في امريكا بيبتدي يشتغل باقل من $20 الساعة. طب يا اخوانا، هل الكلام ده صحيح؟ هقول لحضراتكم الرد من تصريحات خبراء الشركة المالية الأمريكية التي تسمى جولدمان ساكس. هذه الشركة طبعا أي حد فيكم يقدر يعمل لها جوجل ويعرف معلومات عنها. الخبراء بتوع الشركة دي قالوا إن نسبة اللي شغالين في أمريكا وبيعملوا أقل من $20 الساعة جروس باي، نسبتهم 51% من اللي شغالين في أمريكا. يعني 51% من اللي شغالين في أمريكا بيعملوا في الساعة أقل من $20 الساعة، ما بيعملوش $20 الساعة. $20 الساعة يا اخوانا، يعني بعد الجروس، يعني بعد الضرائب والخصومات، يصفصفوا لهم على 13 إلى $15 الساعة بعد الضرائب والخصومات. معايا حضراتكم؟ ده معناه إيه الكلام ده؟ معناه ان 51% من اللي شغالين في امريكا بيخش جيبهم اقل من 13-15 دولار الساعة. فأرجو أن الكلام يكون واضح للناس، واللي عايز يتأكد يلجأ لشركة جولدمان ساكس، هي اللي خبراءها صرحوا بذلك. فطبعا لما أخونا يقول إن محدش في أمريكا بيقبل بأقل من $20 الساعة، ده معناه ان جنابك كده يقبل بشغل اقل من $20 الساعة. ده معنى كده ان استاذنا وائل طير اكتر من نص اللي شغالين في امريكا، يعني صراحة. عموما اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.